سلام، كي راكم؟ غايه لبيس. انا صبر الحمد لله، وان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي تمام الصحه يا رب. صحه رمضانكم وصحه فطوركم. قبل ما نبدأ الفيديو نصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما راكم تشوفوا خياتي، اليوم جبت لكم مجموعه تاع مملحات بعجينه واحده اقتصاديه وسهله وتجي ما شاء الله خفيفه ولا اروع. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو الى الاخر، واللي راهي تشوف في قناتي لاول مره نقولها ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. هنايا عندي كاس حليب دافي، واللي ما عندهاش الحليب وبغات دير الماء دير الماء تاني كيجي شباب ويجي خفيف. بصح اللي عندها الحليب نفضل الحليب. قلت لكم كاس حليب دافي، نص مغرف تاع خماره ونص مغرف تاع سكر. غادي نخلط كل شيء مع بعض. هذه العجينه بلا بيض، والزيت ما تديش بزاف تاني، واحد ربع كاس فقط كما راكم تشوفوا، ربع كاس ولا ربع مغارف تاع زيت. غادي نخلط كل شيء مع بعض بهذا الشكل حتى تحسوا بهذاك السكر داب. دروك غادي نزيد الملح ونزيد نخلط. الملح على حساب الذوق تاعكم، قد مغرف صغيره هكاك تاع ملح. هنايا غادي نزيد الفرينه دروك. شفتوا الوصفه هذا ما نحتاجو فيها الحليب، خماره والسكر والملح والزيت والفرينه. كما راكم تشوفوا راني نجمع فيها باطراف الاصابع فقط، يعني هذه ما تتعجنش بصح تحتاج للراحه. كما راكم تشوفوا راني نخبط فيها. اللي تبغي تخدمي بالفوي تخدم بالفوي، انا نبغي نخدم بيدي احسن. هنا نقعد نزيد في الفرينه حتى تنجمع معايا بهذا الشكل. نعاود لكم المقادير: كاس تاع حليب دافي، مغرف صغيره ولا نص مغرف كبيره تاع خماره تاع الخبز، نص مغرف تاع سكر وملح، وربع كاس تاع زيت. ونلمو بالعجينه ولا نلمو العجينه بالفرينه. راكم تشوفوا راهي تتلصق هكاك في اليد. دروك غادي ندير لها شويه تاع زيت هكاك من الفوق، غير شويه شويه هكاك، وندير لها كيس بلاستيكي ونخليها حتى يضاعف الحجم تاعها، يولي الحجم تاعها يضاعف. مهم تخمر. شوفوا كي خمرت جات ما شاء الله. شوفوا جات ما شاء الله العجينه تساعدكم غايه وكاع. هذه تشكلوا بها انواع مختلفه من المملحات، تجي شابه ميم تاني الخبز تجي ولا اروع. شوفوا هنا يعني حليتها وغادي نلويها. هي تلصق خاطر هي راها تتلصق كما شفتوا. غادي نزيد لها شويه تاع فرينه من تحت كما راكم تشوفوا راهي تتلصق. هذا بالفرينه بصح ما تكثرش الفرينه باش ما تنشفش معاكم. ودروك غادي نقسمها كرات صغيره، يعني الحجم اللي تبغوه نتوما. انا درت لكم عده اشكال، نتوما اختاروا الشكل اللي تبغوه وديروه، ولا اي شكل اخر مع هذه العجينه تجي ما شاء الله عجينه سحريه اقتصاديه وتقطع كميه ولا اروع. تسمى هذاك الكاس تاع الحليب قطعت لي واحد 9 حبات مختلفه الاشكال والاحجام. هذوك الكرات درتهم بغيت نديرهم خبز البرجر ولا ميني خبز البرجر. دروك غادي ندير شكل ثاني. رشيت الفرينه كما تشوفوا ولا كما راكم تشوفوا ولا كما راه موضح في الصوره. راني درتها حربوش هكاك بيدي، ودروك راني نبسط فيها في سطح العمل بهذا الشكل كما تبغوا. قلت لكم الانواع ولا الاشكال اللي تبغوها نتوما ديروها. انا عطيتكم غير واحد 4 اشكال ولا افكار كما راكم تشوفوا. غادي نروليها دروك وغادي نغلق من تحت، وهذه الجهه هي اللي نخليها من تحت، يعني طيب من هذه الجهه بوتي بان يجي الشكل تاعه شباب. هذا من بعدها غادي نحشيه. شوفوا الشكل تاعه كي جا. مازال غادي ندير له باللام وغادي نشلحها هكاك من الفوق.
غادي دروك ندير شكل ثاني نفس الطريقه، حربوش ونحل ولا نفتح العجينه تاعي بهذا الشكل. هنا غادي نجيب رولو ونساعد به. في رمضان نديرو بزاف احنا مملحات، الواحد ينوع شويه، ماشي غير بوراك ومعقوده، شويه تنويع. سيرتو اللي عندها البزاوز يفرحوا بهادو المملحات، هادو الصوالح يفرحوا بهم. هنايا غادي ندير خطوط بهذه الجراره، ولا اللي ما عندهاش دير بالخدمي ساهل. شوفوا دروك درت انا الجبن ولا الفرماج والويت بهذه الطريقه، راها الصوره توضح. وغادي نغلق من تحت. هي الاولى الشكل الاول ما درتلاش هذوك الخطوط وما حشيتهش، غادي نخليه حتى كيطيب عاد باش نحشيه. شوفوا الشكل كي جا. هذا الشكل الثالث، هيا اللام هنايا، وغادي ندير خطوط بهذا الشكل. هنا تكون عاده ما خمرتش، هنا غادي نخلوها تخمر للمره الثانيه، تما حتى يتضاعف الحجم تاعها. والشكل الثالث غادي ولا الشكل الرابع غادي نحط هذوك الكرات بهذه الطريقه، وغادي نبسطهم باليد تاعي فقط، ونزينهم من الفوق بالزيتون بهذا الشكل. ندير يدي فيها الفرينه ونبسطهم بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. هنايا غادي كيضاعف الحجم تاعهم، ثاني كي نزاد هنايا زينت بالزيتون. هي التزيين يبقى اختياري، تما هي غير الفكره وانتوما ابديو كما راكم تشوفوا. ودروك غادي نخليهم يخمروا للمره الثانيه. هنا بعد اللي خمروا شوفوا كيتضاعف الحجم تاعهم جا ما شاء الله. غادي نجيب صفار ولا صفار بيضاء وندير لها شويه تاع خل وندير هكاك من الفوق. واللي تبغي ما ديرش كاع البيض ما ديرش، ديري الحليب وتفوت على الخبيزات تاعها، ماشي شرط ديري الحليب ولا ماشي شرط دير البيض. ان شاء الله الفكره تعجبكم وتنال رضاكم باذن الله. وهنايا الكوشه راني مشعل عليها على اقصى درجه، ما يشدوش الطياب بزاف، بالخوف يطيبوا. انا غادي نشعل عليهم من تحت كي يحمروا من تحت نشعل عليهم من الفوق. هنايا التزيين يبقى اختياري. انا درت البرجر درت له ججلان، كاين اللي درت له ججلان وسانوج، وكاين اللي درت له سانوج فقط. هنا كاع نفوت عليهم بالاخر بالبيض. هنايا درت سانوج، وهنا غادي ندير سانوج وجنجلان كما راكم تشوفوا. نديرهم يطيبوا. كان هذا هو الشكل النهائي تاعهم. شوفوا الخبز البرجر ولا درت له سلطه ودرت له مايونيز وسلطه والكفته اللي كنت قليتها، وهذوك الفرماج تاع لي ساندويش وبلحت عليها. هادو راهم باينين التزيين تاعهم، وهادوك راهم محشيين بالفرماج، وهادوك البيتي بان كما راكم تشوفوا درت له الطون وزدت المايونيز تانيك جاو شابين وجاو بنان. هي الحشو يبقى اختياري، انا عطيتكم غير الفكره وانتوما ان شاء الله تجربوا هالعجينه وتنال رضاكم وتنال اعجابكم. هنايا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير والى اللقاء في فيديو اخر. سلام. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير.
كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور. تبارك مودع البركات فيه.